حبايبي طلبة تالتة ثانوي، النهاردة ان شاء الله في الجزء الثاني من المحاضرات التأسيسية اللي هنبتدي برضو نتكلم انا وانتوا فيها عن ازاي اشكل فعل صح. How to form a correct verb. النهاردة بإذن الله هنشتغل على حاجة اسمها present simple اللي هو المضارع البسيط. طبعا زمن المضارع البسيط ده من احنا يعني كمدرسين بنقول عليه من اهم ازمنه الانجليش. ليه؟ لانه في متاهات كتير، في اشكال كتير، في معاني كتير، بيعبر عن حاجات كتير، فلازم ابقى فاهمه كويس قوي. بدليل انا في المحاضره الاولانيه اشتغلنا باست وزي الفل والناس فهمت وتمام وبعتت لي كومنتس حلوه قوي على الحصه. ميس احنا فهمنا كويس قوي الحمد لله. فالجزء الثاني بقى ده لا، محتاج تفهم شويه ايه هو. ان انا هنا اذا بدات بالفعل بتاعي اللي هو I او you او we او they، هتلاقيني بختارها هنا مثلا eat, read, go, study, play, watch. فانا لازم فعل مصدر. بعد كده عندي مع الهي والشي والإت هتلاقيني بختار الفيرب اللي اخره اس او اي اس او اي اي اس اللي هي نهايات الفعل بتاعي في الانجليش. فهتلاقيني بقول مثلا I eat, you play, we watch, they go, he eats, she reads, it rains every day. يبقى أنا دلوقتي إذا ابتدت الجملة بالفعل بتاعي مع I و you و we و they بختار الفعل في المصدر اللي هو الفيرست فورم اوف ذا فيرب. أما مع الهي والشي والإت بنهي الفعل بتاعي بإس أو إي إس أو آي إس. غلط تماما. ايذر بقى انا بكتب في رايتنج، بكتب في اي حاجه، بكتب جمل عاديه. لما نيجي ان شاء الله نتكلم في القصه بعد كده النوفل، اجي اعبر عن نفسي والاقي واحد كاتب لي مثلا you eats او she eat. غلط، ده غلط تماما. ممنوع استخدام الحاجات دي غير في exceptions معينه، استثناءات معينه في الافعال عندنا في الانجليش. بعد كده انا بشتغل على كلمات زي مثلا الكلمات بقى اللي بتشكل الجملة دي. كلمة زي كلمة everyday، ودي هكتبها منفصلة طبعا عشان احنا قلنا في المحاضرة الأولانية الفرق بين everyday المنفصلة والمتصلة. عندي everyday, every month, everyday, usually, often, sometimes, never, rarely نادرا، scarcely نادرا، seldom نادرا، occasionally من وقت لآخر، hardly ever. الكلمات دي كلها بتحولي الفعل للشكل ده. خلاص كده؟ يبقى أنا عندي كلمات زي always و everyday و usually و often و sometimes و never و rarely و scarcely و seldom و occasionally و hardly ever. طبعا everyday دي معناها كل يوم، usually معناها عادة، often معناها غالبا، sometimes معناها أحيانا، never أبدا، rarely و scarcely و seldom برضو نادرا، occasionally من وقت لآخر. وعندي كلمة اسمها hardly ever معناها بالكاد أو يدوبك، وبتعطي معنى النفي في الجملة. طبعا مجموعة الكلمات دي خلاص أنا عرفت إن أنا معاها التركيبة بتاعتها بتاخد اسم ومصدر بشرط. الشرط اللي عند حضرتك إن ميبقاش في ماضي في الجملة. تعالوا نشوف مع بعض كده. هقول مثلا I walk to school every day. بص يا ميس انا بمشي المدرسه كل يوم. اوكي، هنا كلمه walk جت ايه؟ مصدر. طب لو شي هقول لك مثلا جه قال لي في الامتحان شي ايه؟ she walks to school every day او she often helps her mother. خلاص انا عرفت ادي شكل الجمله بتاعتي. هل الجمله دي فيها ماضي؟ هل في اي indication للماضي عندك؟ قال لي لا. طب لو نفس السنتنس دي قال لك when احمد was young، لما احمد كان صغير he to school every day، هل بقى نقدر نقول هنا went او walked او studied او played او watched مثلا؟ قال لي والله الحل الصح ان انا ما ينفعش اهي تماما عشان was احط اسم مثلا في الجمله او مصدر. في اللحظه دي هقول when احمد was young he walked to school every day. في اللحظه دي هتبقى walked. فيجي واحد يقول لي ميس الجمله فيها every day، هقول لك ولا يهمني. خلاص، ايه اهم حاجه في الجمله؟ هل الفيرب ولا الكي وورد؟ قال لك لا، هنا في ثالثه ثانوي او في المحاضرات اللي احنا بنقولها لحضرتك دلوقتي لازم يبقى شكل الفعل هو الاهم من الكي وورد.
يبقى انا دلوقتي عندي كلمه زي was حولت الجمله الماضي، وجود every day في الجمله ما اثرش فيها. نرجع تاني، يبقى انا كده عندي مجموعه من الكلمات هنا اللي هي always every day وusually often وsometimes ونيفر، بشرط ان انا خلاص خدت معاها اس ومصدر في الفيرب بتاعي او نهيت الفعل بتاعي بالاس والمصدر، بس بشرط ما يبقاش في ماضي في الجمله. ايه تاني بيخليني اعبر عن المضارع البسيط؟ 3 حاجات. اول حاجه معنى العادات او مواعيد ثابته، او عادات ومواعيد ثابته او حقائق. تعالي اديني يا مس يسرا مثال على كل واحده من دول. انا بقول مثلا ان دي عاده مامتي اهي، it's my mother's habit، it's my mother's habit، دي عادة مامتي to sleep late أو early، إنها تنام بدري. خلاص؟ إيه معنى الجملة دي؟ أنا عايزة أجيب معنى للجملة دي. هروح قايلة مام إيه early؟ خلاص؟ أنا عايزة فيرب صح هنا. أحول بقى أنا هنا sleep لإيه؟ لsleeps. معنى كده إن her habit to sleep early، يبقى هي she sleeps early. يبقى إذا جات لك معنى الجملة إن ده repeated action، حاجة متكررة بتحصل كل يوم، مفيش أي مشكلة في حدوثها، فأنا بختار مع الآي واليو والوي والزي الفعل في المصدر، مع الهي والشي والإت بختار مع الفيرب اس أو إي اس أو أي إي اس، حسب طبعا نهايات الفعل بتاعنا، بشرط ما يبقاش في ماضي في الجملة، عشان الملحوظة دي مهمة جدا جدا. بشرط ما يبقاش في ماضي في الجملة. وجود الماضي مع always every day وusually وoften وsometimes بيحول لي الجملة كلها لماضي. بعد كده ايه الميعاد الثابت؟ هروح قايله ماي اكزام. بصي يا مس يسرا، انا امتحاني starts هيبدأ at 9 tomorrow، بكرة الساعة 9. طب ما انا بكره الساعه 9 اقول لك بس ده فيكس ديت، ده ميعاد محدد. يجي في الامتحان يقول لك مثلا ذا ترين، اقول له leaves at 9. جه قال لك ماي بلين، اقول لك arrives at 4. مع ان في هنا tomorrow، في next، في in the future. انا ما يهمنيش الكلام ده، كل اللي يهمني ان انا اعرف ان ده ميعاد ثابت. بعد كده الحقائق زي مثلا metals المعادن، expand بتتمدد، مثلا when they are heated لما بتتسخن، فدي حقيقة. لو لاحظتوا انا قلت هنا metals، كلمة metals مكانها they، يبقى انا هعملها expand. طب انا لو قلت water المية اللي مكانها it، هروح قايله water freezes، المية بتتجمد at 0 سيليسيوس، عند درجة الزيرو، فدي حقيقة. يبقى امتى بعبر عن المضارع البسيط؟ بعبر عن المضارع البسيط بكلمات زي always every day usually often، او معنى الجملة حقائق وعادات ومواعيد ثابتة. حقائق وعادات ومواعيد ثابتة. بعد كده هنروح لشكل السؤال. طب انا عايزه اسال، عايزه اعمل سؤال، هسال يا اما بدو او داز، تمام، اللي معناهم هل، يا اما اسال بام او از او ار، ودول مهمين جدا جدا جدا. وده طبعا كان عندنا في اولى ثانوي وثانيه ثانوي. ايه الفرق بينهم؟ خلاص انا عرفت ان دو او داز يجي بعدها فاعل، وبعد الفاعل ده ايه؟ مصدر للفعل. طب تعالي جيبي لي مثال. هقول لك do you watch TV every day؟ do you watch TV every day؟ مش انت بتتفرجي على التلفزيون كل يوم؟ في اللحظه دي هجيب فاعل مصدر. do you watch؟ does he play؟ do they go؟ انا بعد do او does بجيب فاعل مصدر. اما بعد am و is و are ليا اختيارين حسب بقى الجمله اللي هتيجي لحضرتك، يا اما يجيب لك بعد دول فاعل الجمله بتاعتك يعني جمله اكتف، يا اما يجيب بعدهم المفعول. طب اعمل ايه؟ قال المفعول ده دايما بعده تصريف ثالث، لكن الفاعل بيجي بعده صفه او مكان، واذا غلس بيروح للاي ان جي، بس طبعا مش مع اولويز افري داي. طب تعالي جيبي لي مثال. هروح قايله از احمد هابي، او از احمد اولويز هابي؟ از احمد هابي افري داي؟ هو احمد مبسوط كل يوم؟ هقول لك والله مبسوط. في اللحظه دي انا قلت احمد هابي، فجبت هنا صفه. يا اما اجيب are the children always at the club، هما الولاد دايما في النادي، في اطفال دايما بتلعب في النادي. فانت لو لاحظت هنا لقيت ايه؟ لقيت لك مكان. يبقى am is are بيجي بعدها صفه او مكان لو انا بتكلم عن فاعل، بجيب بعدها تصريف ثالث لو انا بتكلم عن مفعول. زي كده مثلا is English، ميس هو الانجليش is English studied every day؟ ميس هو الانجليش بيتذاكر كل يوم؟ هقول لك طبعا ده حياتك الانجليش، وانا قايله لكم قبل كده قيمتك في لغتك. عندك قيمه يبقى عندك
لغة، ما عندكش قيمة يبقى ما فيش لغة بالتتابع كده. فانا اقول لك ايه is English studied، ينفع اقول is English study؟ قال لي ما تنفعش. يبقى انا عايزه اطلع من البورد دي بحاجه لطيفه جدا. بعد do او does بجيب فاعل مصدر، بعد am is are بجيب صفه او مكان او تصريف ثالث للمفعول، تصريف ثالث للمفعول. تعالوا نجيب مثال على are. هقول لك are the rooms، هل الغرف are the rooms عاملها clean ولا cleaned every day؟ فكروا كده وقولوا لي. هروح قايله هنا ايه are the rooms cleaned. في اللحظه دي اللي هيختارها clean غلط، اللي هيختارها cleans غلط، cleaning غلط. هروح عاملاها هنا ايه cleaned. وخلي بالكم ان cleaned ده مش ماضي، cleaned ده تصريف ثالث. ومعنى الجمله ايه؟ هل تنظف الحجر او حجرات يوميا؟ يبقى في اللحظه دي السبوره دي او البورد دي عايزين منها حاجه جميله. مع do does بجيب الفعل في المصدر، مع am is are ليا two options، ليا اختيارين، اما بجيب بعد الفاعل صفه او مكان، او جايب بعد المفعول تصريف ثالث. بعد كده يبقى انا عرفت always every day شكل الجمله فاعل. تعالوا بقى نروح لحاجه حلوه قوي في زمن المضارع البسيط. ايه هي؟ ان انا لو جبت بعدهم مفعول او انا ابتديت بالاوبجكت المفعول بتاع الجمله، هختار بحاجه اسمها am is are وتصريف ثالث، ودي لسه قايلينها في السؤال. تعالي جيبي لي مثال. هروح قايله مثلا my room الغرفه بتاعتي is tidied بتتنظف امتى؟ every day كل يوم. بعد كده هروح قايله the food الطعام is always cooked بيطبخ is always cooked by my mom every day. ملاحظين ايه؟ التركيبه بتاعت am is are تصريف ثالث كده انا بادئه الجمله بالمفعول. يبقى زمن المضارع البسيط زمن جميل جدا، عنده كلمات زي always every day و usually often بشرط ما يبقاش في ماضي في الجمله. عندي السؤال بيسأل بدو أو داز وبعده مصدر، عندي am is are بجيب بعده صفة أو مكان أو تصريف ثالث للمفعول، وعندي المفعول بتاعي اللي هو شكل الباسيف. وطبعا كل ما هقول لك باسيف ده مهم قوي اهو، كل ما هقول لك باسيف ده معناها جزء كبير جدا في منهج ثالثه ثانوي، هنناقشه مع بعض لما نفتح المنهج. يبقى احنا كل ده بنأهل حضرتك ان انت تدخل تمسك منهج ثالثه ثانوي وتتعامل مع صح. بعد كده هنروح لحاجه اسمها present perfect اللي هو زمن المضارع التام. present perfect والزمن ده جميل جدا جدا. في مجموعة من الكلمات عندك اسمها just already yet since for ever never recently lately it's the first time وكلمة اسمها so far، كلمة اسمها how long، كلمة اسمها over the years على مر الزمان. الكلمات دي كلها بتحول الجملة لمضارع تام. ايه بقى المضارع التام ده يا مس يسرا؟ حاجة حلوة قوي. لسه حاصل له حاجة وقاعد مبسوط كده وفرحان كده وباين على وشه الفرحة، تقول له what have you been what have you done what have you done؟ انت عملت ايه يا ابني؟ فرحان كده ليه؟ what has happened what has happened. يبقى انا في حاجه ليها اثر، فرحان وشه منور او زعلان what's the matter with you؟ اقول له I have lost my mobile. ليه يا قلبي ضيعت موبايلك ليه؟ باين عليه حزين يا قلبي. يبقى انا دلوقتي هاخد have او has وتصريف ثالث، هاخد have او has وتصريف ثالث. يبقى امتى بجيب have وhas وتصريف ثالث؟ لما الفعل يبقى باين قدام عينيا، فعل له اثر. يبقى قدام عينيا دلوقتي يقول لك the room is wet، بصوا الارض اهي مبلوله، اقول my mom has cleaned. يبقى امتى باخد have وhas وتصريف ثالث؟ حاجتين، اما بيبقى عندك just already وyet وsense for، او انا افهم ان الفعل ليه ايه؟ الفعل ليه اثر. تاني just already وyet وsense for، او الفعل بتاعنا ايه يا جماعه؟ ليه اثر. تاني يبقى انا عندي مجموعه من الكلمات، اوكي، عندي مجموعه من الكلمات اسمها just already وyet وsense for وever ونيفر وريسنتلي وليتلي واتس ذا فيرست تايم وسو فار وهاو لونج واوفر ذا ييرز. باخد معايا هاف وهاز وتصريف ثالث. يبقى انا عندي مجموعه من الكلمات اسمها just already وyet وsense for ever never recently lately it's the first time so far اللي هي حتى الان، how long كامل الفتره الزمنيه، over the years على مر الايه؟ على مر الزمان.
في اللحظه دي هاخد معايا هاف وهاز وتصريف ثالث لو الجمله اكتف اللي هي الجمله بادئه بالفاعل. تمام. تعالوا نجيب مثال عندنا واقول لك I have just eaten my lunch. بص يا ميس انا لسه مخلص الغدا حالا. I have just eaten my lunch. لو لاحظتوا وجود just هنا just و just وايه already. خلاص. طب انا مش عايزه اقول I have just eaten my lunch، انا عايزه اقول my lunch. انا عايزه ابتدي بالمفعول بتاعي واقول ده الغدا لسه متاكل حالا، او الاوضه لسه متنظفه حالا، او مس يسرا لسه مخلصه الشرح حالا. في اللحظه دي هروح عاملاها has just been eaten. فيجي حد يقول لي لا انا كده اتلخبطت، اقول لك بالراحه. اذا بدانا بالفاعل باخد هاف وهاز وتصريف ثالث. اذا بدانا الجمله بالمفعول بتاعك او الباسف بتاعك هيبقى هاف او هاز بين وتصريف ثالث. تاني مجموعه الكلمات بتاعتنا just already ويت وسين سو فور. الكلمات دي بيجيب هاف وهاز وتصريف ثالث للفاعل، هاف وهاز بين وتصريف ثالث للمفعول. وخلي بالك ان الفعل ده ليه اثر. يعني ايه يا مس يسرا ليه اثر؟ انا هكتبها لك في الجنب هنا واقول لك مثلا ان ندى crying. ندى is crying. بص ندى بتعيط. اقول لك اقول لك she has lost her mobile. she has lost her mobile. اصل هي ضيعت الموبايل بتاعها. خلي بالك هنا is. خلي بالكم لان في ثالثه ثانوي هديكوا تكه حلوه قوي تعرفك كل الفيربس بتاعتك. احنا كل ده بنمهد. اوكي. يبقى انا هنا عندي is تكون، فلما جاب لي is يبقى هنا has lost. has lost her mobile. هنا الفعل ده ليه اثر، هو يبين عليها انها بتعيط. نرجع تاني بقى للشكل بتاعنا. يبقى احنا عرفنا شكل الجمله فاعل مع have وهاز وتصريف ثالث، والمفعول بتاعنا have وهاز بين وتصريف ثالث. بعد كده هنعرف مكان كل كلمه بقى. ده مكان just already. تعالوا بقى نروح لكلمات زي مثلا yet. هقول لك I haven't eaten yet. ميس انا لسه ما اكلتش، فيت بتيجي في اخر الجمله المنفيه هي وليتلي. خلاص. تيجي في السؤال have you studied yet، وده سؤال استفهامي. have you studied yet. ميس انت شرحتي ذاكرتي؟ ماما انت طبختي؟ زي ما تنادي على ماما مثلا ماما انت خلصتي اكل؟ have you cooked yet. يبقى انا هقول لها ايه؟ يت هنا انا بستفهم، ده سؤال استفهامي. خلاص. طب ما انا ممكن الاقي اوريدي في اخر السؤال، وده طبيعي جدا في ثالثه ثانوي. هقول لك ايه؟ have you finished. have you finished already. ايه ده انت خلصت بسرعه، كل ده خلصته بسرعه. زي دخلت كده قريت لك كلمتين في الاوضه وطلعت ماما انا خلصت. لك have you finished already. انت لحقت يا ابني. وده بيبقى دايما سؤال تعجبي، بيبقى دايما سؤال فيه تعجب. يبقى انا عندي مجموعه الكلمات اللي اسمها just already ويت وسنس وفور. الكلمات دي مع الفاعل بتجيب هاف وهاز وتصريف ثالث، وشكل الباسف منها هاف وهاز بين وتصريف ثالث. بعد كده بتعرف كل كلمه عند حضرتك، بتعرف كل كلمه عند حضرتك. تمام. بيبقى فيها ايه بعد كده. هنا مثلا جت في المنفي، هنا جت في نص الجمله، هنا جت في السؤال التعجبي. عندك برضو ever لما يقول لك this is the best car. اهي this is the best car I have. this is the best car I have ever seen. دي احلى عربيه انا شفتها. بعد كده I have ever seen. فهنا استخدام ever مع الصفه. يا اما يقول لك it's the first time. it's the first time. دي اول مره. I have ever understood English. دي اول مره افهم English. يبقى انا كده عندي استخدام ever. ساعات ever بتيجي في السؤال برضو لما يقول لي have you gone to America. have you ever been to America. ودلوقتي هفرق لكم بين gone وبين. have you ever been to America. ميس انت عمرك رحتي امريكا؟ اقول لك لا والله نفسي. عادي اتفرج الناس بتتعامل ازاي. تمام. بس انا بحب مصر طبعا والدنيا جميله هنا. يبقى انا كده عندي ايه؟ have you ever been to America. يبقى هنا في ايه؟ في ever. يبقى انا كده عرفت ان just already، عرفت ان في have وهاز وتصريف ثالث، have وبين وتصريف ثالث، عرفت يت بتجي في اخر الجمله المنفيه، عرفت ان يت بتجي في اخر السؤال الاستفهامي، عرفت ان already بتجي في اخر السؤال التعجبي، عرفت ان ever بتيجي مع الصفه، بتيجي مع جمله بادئه ب it's the first time، او بتيجي مع السؤال. اما لو انا هجاوب على السؤال ده بنيفر هقول لك no I have never. no I have never. لا انا عمري ما رحت. واحد بيقول لي have you ever eaten frogs. انت عمرك كلتي
ضفادع، اقول له no I have never eaten. never دي حاجه انا عمري ما عملتها. ويجي بقى يقول لك ايه I have never been to مثلا كندا، I have never seen the pyramids before، انا عمري ما شفت الحاجه، عمري ما عملت الحاجه دي قبل كده. باشا إيه انت فاهم؟ حل اوكي، ظبط جملتك. يبقى انا عندي keywords، عندي معنى، تمام، عندي شكل جمله subject و object، كل ده مطلوب من حضرتك. بعد كده هنروح لحاجه اسمها never، اي no I have never اللي بتساوي في المعنى no I haven't. بعد كده هنروح لمجموعه تانية اللي هي استخدامات ايه بقى؟ استخدامات since، وخلي بالكم منها، واستخدامات for. ركزوا امتى استخدم since و for. قال لي والله since معناها منذ، تعالوا نتكلم بالعربي كده. since معناها منذ، وفور معناها لمدة. ايه الفترات الزمنية بتاعتها؟ قال لي والله since بتجيب لك since 1998، since January February March، since Saturday Sunday Monday، since 5 o'clock 6 o'clock، since last week مثلا، since مثلا the last meeting منذ الاجتماع الاخير، وخلي بالكم منها. since the bell rang من ساعه ما الجرس ضرب، وانا قايله لكم قبل كده في الماضي البسيط الحصه الاولانيه ان since بيجي بعدها ماضي، اهي since the bell rang من ساعه ما الجرس رن، فده ماضي. عندي مثلا since her childhood منذ الطفوله، خلاص كده. since she got married من ساعه ما اتجوزت. يبقى انا عندي فترات زمنيه مع since، زي since سنه، شهر، يوم، ساعه، حاجه محدده جدا. منذ دي بتدي بدايه الفعل. اما فور معناها لمده، هقول لك فور 10 years لمده 10 سنين. فور مثلا هنا جانيوري هتبقى 2 months. هنا عندك مثلا ساترداي هتبقى for 2 days لمده يومين. since 3 hours او for 3 hours يا ربي. عندي كلمه the last for the last week لمده الفتره، for the last week. for a long time لفتره طويله. او عندي كلمه اسمها for ages ومعناها لأعوام عديدة، أي لأعوام عديدة. يبقى كده أنا عرفت شكل استخدامات since و for. يبقى أنا مطلوب إيه مني في الجزئية دي؟ إن أنا أعرف إن just already و yet و since و for و ever و never بياخدوا have و has وتصريف ثالث في الفاعل، have و has been وتصريف ثالث للمفعول. أفهم معنى الفعل إن هو لسه خلصان حالا، ليه أثر، زي مثلا حاجة زي ما قلنا ندى بتعيط فنسيت تليفونها أو ضيعت تليفونها، فحاجة ليها evidence أو حاجة ليها دليل قدام عينيك. حاجة تانية أعرف شكل الجملة فاعل ومفعول، وأعرف استخدامات كل كلمة. أعرف ever إمتى، never، recently بستخدمها إمتى، بستخدم for و since الفترات الزمنية بتاعت حضرتك. بعد كده أعرف إيه الفرق بقى في المعنى بين مثلا have و has been to، بس بجيب لك مكان، خلاص، أو have و has gone to لمكان كايرو أو ألكسندريا مثلا، أو have was been in في مكان. ايه الفروق بين دول؟ قال لي والله have و has been معناها راح ورجع، يعني هو راح المكان ورجع. زي يقول لك ايه I have been to America، انت فهمت ان انا رحت امريكا ورجعت. I have been to Canada، انا رحت كندا ورجعت. I have been to the club، انا she has been to the club، يبقى هي راحت ورجعت. طب انا قلت مثلا my father isn't at home، بابايا مش في البيت، اوكي، يبقى he has gone to work أو has gone to the club. يبقى has gone معناها راح مكان ولسه في المكان، لسه موجود، خلاص. يبقى أنا لو قلت إيه where is my father I can't see him، بابايا فين، وقلت لك is I can't. طب أنا قلت where was my father، لا دي ما تنفعش، ما تجيبليش have was بقى، خليك عيل مصحصح. يبقى أنا هنا have و has gone to مكان اهي لكايرو او الكسندريا، يبقى انا رحت ولسه في المكان. been رحت ورجعت، gone رحت ولسه في المكان. been in معناها اقام في مكان لفتره او يقيم في مكان لفتره. زي ما اقول مثلا my mom is ill، my mom is ill، she has been in hospital for 2 weeks. والله مامتي مريضه اهي my mom is ill مش was ill. مامتي مريضه هي has been in hospital، مسكينة أقامت في المستشفى لمدة كذا. هي مش بتعيش، هي وما راحتش ورجعت وما راحتش لسه في المكان، هي مش بهدف الزيارة، لا هي أقامت في المكان. يبقى أي حد بيقيم في مكان لفترة،
تمام. الاقامه دي لغرض العلاج، لغرض كده، فبتبقى have been an. زي ما قلنا my mom is ill, she has been in hospital for 2 weeks. امي مريضه وبقى لها اسبوعين في المستشفى. يبقى انا عندي مجموعه الكلمات just, already, ويet وsince وfor, ever whenever, recently, lately, it's the first time و so far. الكلمات دي وhow long how long over the years باخد معاها للجمله الاكتف have وhas وتصريف ثالث، والباسيف have وhas been وتصريف ثالث. عرفنا كل كلمه بتاخد ايه، عرفنا استخدامات since وfor، عرفنا الفروق بين have وhas been gone وhas been in وhas been to. كل ده احنا عرفناه في الجزء ده. بعد كده هنروح انا وانتو لحاجه اسمها present، وده مهم قوي قوي قوي. present perfect continuous اللي هو الفعل اللي ما زال مستمر، اللي هو زمن المضارع التام المستمر. الزمن ده بيتكون من ايه؟ قال لي بيتكون من have او has وتصريف ثالث. قال لي لا، ده لو كده يبقى ماضي تام بس. طب انا هعرفه ازاي انه مستمر؟ هقول لك have وهاز been بس ing مش تصريف ثالث، لان دايما ing عندنا فاعل. have وهاز been وing ده لو شكل الجمله اكتف. طب لو شكل الجمله باسيف هتبقى نفس الفكره، have وهاز been وتصريف ثالث. وده نادر قوي استخدامه، يعني ده نادر قوي استخدامه، يعني مش هيجي جنبه. بعد كده طب انا هستخدمه امتى؟ هقول مثلا has been reading، have been cooking، has been studying. الفعل ده بدأ في الماضي، مستمر في المضارع، وهيستمر لفترة غير معروفة في المستقبل. زي مثلا واحدة زي حالاتي، مثلا انا مدرس بقالي كتير مثلا، فتقول لي ميس هو انت بقالك قد ايه بتدرسي؟ اقول لك I have been teaching for 25 years، مش hours. انا بقالي 25 ساعة صح. خلاص، يبقى انا هقول ايه؟ بقالي 25 سنة بدرس. هل انا بطلت تدريس؟ لا طبعا. انا دلوقتي عندي زمن اسمه زمن المضارع التام المستمر. زمن المضارع التام المستمر ده فعل بدأ في الماضي ومستمر معايا في الوقت الحالي. الفعل ده بيتكون من have وhas been وing. زي مثلا واحد يقول لي ميس وانت بقالك قد ايه بتدرسي؟ اقول لك I have been teaching. I have been teaching. تعالوا نكتبها. I have been teaching. انا بدرس اهو. I have been teaching. I have been teaching امتى؟ since منذ 1998 and I'm still. هل انا بطلت؟ لا، انا لسه ما زلت بعمل فعل. خلي بالكم ان انا I am، فزمن الجمله هنا have وhas. خلي بالكم من اللي انا بقوله ده، ان وجود مضارع في الجمله على طول انا بفهم ان انا have وhas. لكن لو انا ماضي زي جمله الهاد، ودي هنفرق بينها كتير قوي لما نبدا باذن الله منهج ثالثه ثانوي، تكونوا تاسستوا في الجزئيه دي. يبقى انا هنا فعل ما زال مستمر، ده معناها ان انا بدرس منذ الفتره دي وما زلت. يبقى فعل استمر او فعل مستمر حتى الوقت الحالي، بدأ في الماضي وما زال مستمر. يبقى انا عندي حاجه اسمها زمن المضارع التام المستمر. بيتكون من ايه؟ بيتكون من have وhas been وing. بس خلي بالكم بقى من التكه دي، ان انا ساعات الافعال بتاعتي ما بتقبلش الing. في فعل عندي في الانجليش او افعال انتوا خدتوها في منهج ثانيه ثانوي، الفعل ده ما بيقبلش الing. طب اعمل ايه؟ انا مثلا هقول I have known مثلا محمود، انا اعرف محمود since مثلا 1998 and I'm still. ودي جت جمله ثانويه عامه and I'm still. جاب لي العيال ايه؟ have been knowing. حبيبي فعل النوم ما بياخدش ing، ركز. يجي واحد يقول لي طب ما في since وفي still، اقول لك لا غلط. مش كل since وstill في الجمله تروح لهاف وهاز وتصريف ثالث. قال لي او هاف وهاز بين وانجي، قال لك حسب الفعل بياخد ايه، حسب الفعل بياخد ايه. يبقى كل الافعال اللي بتقبل اهي يقبل وجود الing فيه. طب ايه مش يسرى الافعال اللي ما بتقبلش الing؟ ودي مهمه جدا، هبقى انزلها لكم ورقه كده حلوه تحفظوها. افعال غلط تماما اخد فيها الing بالراحه كده علشان نفهم. اي فعل بمعنى يدرك، اي فعل بمعنى يحب، اي فعل بمعنى يمتلك، اي فعل بمعنى يشعر، الافعال دي غلط اديلها ing. طب انا عرفت محمود وخلصنا اهي I have known محمود. يجي واحد يقول لي اصل انا اخترتها have been knowing، اقول له لا تكت منك، دي غلط. ليه؟ لان الفعل ده ما بيقبلش الing. يبقى بالراحه كده، امتى باخد have وhas been وing؟ لو انا عندي في الجمله for او all او since اللي هي كلمات داله على الاستمرار، بشرط ما حدش ينسى الشرط ده، ان الفعل يقبل وجود الing فيه.
الفعل يقبل وجود الاي ان جي. فواحد يقول لي طب ياكل يشرب يذاكر ينام، اقول لك حبيبي دي افعال دايناميك، افعال حركيه. انا بتكلم reading walking running speaking عادي براحتك ادي لها اي ان جي. لكن الفعل زي انا بحب، انا حبيته خلاص، ما ينفعش اقول I have been loving، ما ينفعش اقول I have been owning، ما ينفعش اقول she has been مثلا hating. It's incorrect to use the ing form in the ايه في الافعال اللي هي الافعال الحواس والحاجات دي. يبقى اي فعل اهي هكتبها لكم عشان نبقى نفكر بعضنا بيها طول السنه. اي فعل، اي فعل بمعنى يدرك او يفهم او يحب او يمتلك، ما تجيش انت تقول لي انا باخد اي ان جي فيه من الاول كده عشان نبقى حلوين. افضل تماما فاهم. مس يسرا قالت لي ان في هاف وهاز بين وان جي، قبل ما اختار الفيرب بتاع ان جي اقول ها انت يا حبيب قلبي يا فعل يا جميل، ها بتاخد ان جي يا باشا اكتب ان جي. اعملها لي reading playing running walking has been raining has been waiting، ينتظر ياكل يشرب ينام، باشا اكتب الان جي بتاعتك عادي. لكن لو الفعل ما بيبالش ان جي يرجع للهاف والهاز والتصريف الثالث اللي هو زمن المضارع التام العادي بتاعنا. يبقى اي فعل بمعنى يدرك او يفهم او يحب او يمتلك. وان شاء الله هبقى انزل لكم زي ما قلت لكم كده شيت حلو قوي في افعال ما بتاخدش ان جي نحفظها. ما تقوليش سيمينج، ما تقوليش مثلا اللي هي يبدو، ما غلط غلط. هاف اللي معنى يمتلك ما بتاخدش ان جي، معنى ياكل ويشرب بتاخد ان جي. فهنبتدي انا وانتوا نروح لجزئيه حلوه جدا، ايه الافعال اللي بتاخد ان جي وايه الافعال اللي ما بتاخدش ان جي، ودي مهمه جدا ان احنا نعرفها مع بعض. بعد كده خلاص انا عرفت زمن المضارع التام المستمر، هنروح لزمن المضارع التام المستمر. خلاص خلصناه، اللي هو بيتكلم عن هاف وهاز. هكتب لكم بس جمله بين واي ان جي، بس هقفل الجزئيه دي عشان يبقى الكل فاهمها. زي ما اقول مثلا ان احمد has been sleeping، احمد has been sleeping، احمد نايم for 3 hours لمده 3 ساعات وما زال has been sleeping for 3 hours and he is still. انا فهمت ان احمد ما زال نايم. يبقى احنا كده شرحنا زمن المضارع البسيط، المضارع التام، المضارع التام المستمر. مهم قوي قبل ما انقل من السبوره دي او من البورد دي ان انا كيسرى فاهم ان الفعل ده صح هديله ان جي، صح هديله ان جي. اي فعل بمعنى يدرك يفهم يحب يكره ده غلط. في افعال بقى، في افعال هنقول مع بعض امتى تاخد ان جي امتى لا. تمام؟ في 10 افعال في منهج تانية ثانوي ممكن اقبل فيهم الاي جي او لا according to the meaning، ودي هنشرحها خلال باذن الله تعالى منهج ثالثه ثانوي، هنأكد عليها قوي. هقولها لكم هنت كده بسيط. فعل have، verb to be، measure، coast، understand. في افعال معينه كده ينفع فيها الاي جي او لا، ساعتها هقولها لكم. بعد كده هنروح لزمن حلو قوي اسمه زمن المضارع المستمر اهو present. بحبه قوي انا الزمن ده present continuous، المضارع المستمر. ماله المضارع المستمر ده؟ امر جدا وسهل جدا. ايه كلماته تدل عليه؟ كلمات زي now، كلمه زي listen، كلمه زي look. now listen look at the moment، at present، today، arrange يرتب، arrangement ترتيب. اوكي؟ الكلمات دي خلاص وجودها في الجمله عرفني ان انا بختار زمن المضارع المستمر. ماشي؟ اوكي؟ اللي هو بيتكون من ايه؟ بيتكون من am is are و ing. برضو خلي بالكم ان مش كل الافعال، كانت عندنا يونت كامله في ثانيه ثانوي، مش كل الافعال بتقبل وجود الاي جي فيها. احنا اتفقنا مع بعض اهو لسه قايلين ان في افعال بتاخد اي جي، في افعال ما بتاخدش اي جي، في افعال حسب المعنى. اي فعل حركي زي ياكل ويشرب وينام حبيبي اديله اي جي. اي فعل بمعنى يملك ويدرك ويفهم ويفترض ما بتاخدش اي جي. في افعال حسب المعنى تنفع فيها الاي جي او لا، ولسه قايله لكم هاف وميجر وكوست وفيرب تو بي وثينك، وافعال الحواس بقى اللي هي يحس والكلام ده. طبعا برضو نبقى نفرد لها حته كده نشرحها. يبقى انا عندي مجموعه الكلمات دي اللي هي ناو ليسن لوك ات ذا مومنت بتاخد ام از ار اي جي. تعالوا جيبوا لي زي هاجي في الامتحان واقول مثلا مام از كوكينج ناو، امي بتطبخ دلوقتي اهي، هي بتطبخ دلوقتي. ده معناها ان الفعل مستمر في الوقت الحالي. الفعل مستمر في الوقت الحالي، فعل مستمر في الوقت الحالي.
ده اول معنى ليه لايه؟ للام از ار ان جي. ايه تاني معنى؟ ان انا بتكلم عن فعل مؤقت، يعني حاجه بتحصل قدامي دلوقتي وبعد شويه تنتهي. my father is driving the car. my grandfather is مثلا ايه؟ reading a newspaper. خلاص هو بيعمل حاجه دلوقتي بس مش حقيقه. ليه؟ يلا نشرب بقى مع بعض كده نشوف. طب انا دلوقتي مثلا لو قلت ان الفعل بتاعي بيقبل اي ان جي، خلاص هاخد ام از ار ان جي. هعرفه في معنيين، حاجه بتحصل دلوقتي يا اما فعل مؤقت، يا اما ايه؟ فعل مؤقت. حاجه بتحصل دلوقتي يا اما ايه؟ فعل مؤقت. اوكي؟ حاجه بتحصل دلوقتي يا اما فعل مؤقت. حاجه بتحصل دلوقتي يا اما فعل مؤقت. اوكي؟ يبقى انا دلوقتي عندي حاجه اسمها زمن المضارع المستمر، اللي هو عندك كلمات زي now, listen, look, at the moment, at present, today. arrange يرتب، وarrange بالترتيب. خلي بالك من الزمن ده، لان الزمن ده بيبقى ليه معنى، ليه معنى اكتر من ان انا اجيب لك كيورد. المعنى بتاعه ان في فعل مستمر دلوقتي، زي انا واقفه بشرح لك دلوقتي هقول يسرا is teaching، يا اما اقول حاجه مؤقته my mom is cooking، حاجه مؤقته بتحصل قدام عينيا مش طول عمرها بتكوكينج يعني. عندك حاجه مترتبه في المستقبل، زي ما اقول مثلا ان I am meeting the manager tomorrow. I am meeting the manager tomorrow. مع ان في كلمه tomorrow في الجمله، الا ان انا استخدمت I am meeting. ليه؟ لان دي حاجه arranged in the future، حاجه انا مترتبه. يبقى قبل انا وانتوا ما نستخدم زمن المضارع المستمر لازم نعرف ان ليه 3 معاني. فعل بيحصل قدام عينيا، فعل مؤقت بيحصل مش يعني مؤقت مش حقيقه. زي هديك مثال، لان ده كان في منهج تانية سنه ومهم قوي لازم تركز فيه. ان مثلا لو انا بدرس ثالثه سنه ودلوقتي يبقى is teaching. طب انا حقيقتي teacher، يبقى يسرا works as a teacher او teaches English. في فرق بين زمن المضارع المستمر وزمن المضارع البسيط. البسيط بيديك حقيقه my father works in a bank، وتخليك بقى جامد كده وتقول لي ايه؟ بابايا شغال في بنك. ماشي، وفرحان بقى وفخور بباباك. طيب بابايا النهارده بيساعد جدي، هقول لك is helping. يبقى في فرق بين ان استخدم الاس والمصدر، فرق ان استخدم الام از ار ان جي. الاس والمصدر حقائق، الام از ار ان جي فعل مستمر في الوقت الحالي، فعل مؤقت او شيء مترتب في المستقبل، شيء او حاجه ميعاد شخصي مترتب في المستقبل. زي الجمله اللي بتقول I am meeting the manager tomorrow. في حاله المفعول لو انا عايزه اشتغل على الباسيف منه، هروح قايله مثلا ده فود الطعام ايه now، هشتغل على كلمه is being cooked. فيجي حد يقول لي ميس انا مش عارف اشتغل على am is are being وتصريف ثالث امتى. اقول لك عادي جدا، انت بادئ بمفعول، الجمله بتاعك الدرس بيتشرح دلوقتي بقى is being explained، الشوارع بتتنظف دلوقتي بقت are being cleaned، الطبخ بيتطبخ دلوقتي بقى is being cooked. يبقى امتى انا وانتوا بنشتغل على am is are being وتصريف ثالث؟ لو انا عندي شكل الجمله الباسيف اللي هو المفعول ومعايا كلمات دل على المضارع المستمر now, listen, look, at the moment. نرجع تاني، محدش ينسى الام از ار ان جي حقائق. قال لي لا، الام از ار ان جي حاجه مؤقته، فعل مؤقت ودايما بيجي مع الافعال الحركيه اللي هي الدايناميك. اي حاجه مؤقته بتاخد ام از ار ان جي، اي حقائق بتاخد الفعل الاس والمصدر اللي هو المضارع البسيط. في حاله المفعول باخد ام از ار بينج وتصريف ثالث. وخلي بالكم من موضوع الترتيب ده، لان ده دايما بيجي وهنشوفه دلوقتي في استخدامات او الحصه الجايه ان شاء الله. المحاضره الجايه فين؟ في الاستخدامات المستقبل، مع ان الجمله عندك هنا tomorrow الا ان استخدمت ام از ار وان جي. تعالوا نجيب جمله كمان، عايزه حد يفكر فيها كده ويقول لي. هقول مثلا he a to Canada tomorrow، هو مسافر كندا بكره. ويجيب لك بقى ايه في الامتحان؟ he has got the tickets، هو كده معاه الايه؟ التذاكر بتاعته. او he has bagged his bags، هو جاهز شنطه. يلا بقى فكروا هتبقى ايه. انا بقى هنا اجيب لك tomorrow، اقول لك will travel، is going to travel، is traveling. انت تصدقوا ان الجمله هتبقى is traveling؟ فيجي واحد يقول لي ازاي يا ميس الجمله فيها tomorrow؟ اقول لك باشا ركز، هو هنا الجمله فيها tomorrow بس ده arranged معاه، هو مرتب ده. يبقى طول ما الجمله بادئه بفاعل مرتب حاجه في المستقبل باخد معايا برضو am is are ing.
تمام كده. بعد بقى ما خلصنا يا شباب الفروق بين التنسز، الازمنه بتاعت المضارع، سواء مضارع بسيط، مضارع مستمر، مضارع تام، ومضارع تام مستمر، هنروح لشويه فروق بين الكلمات كده حلوه. زي مثلا كلمه لوز وكلمه مس. الفرق بينهم: كلمه لوز معناها يفقد شيء او يخسر شيء، يفقد شيء او يخسر شيء. لكن مس معناه يفتقد شخص او يفوته شيء. طيب ايه رايكم؟ انا لو وحشني حد وحشني قوي، هقول I lost him ولا I missed him؟ لا، هتبقى I missed. طب انا ضيعت موبايلي، يبقى ده I lost my mobile. ايه الفرق بين كلمة earn وgain win وbeat؟ كلمة earn معناها يكسب فلوس بس عن طريق العمل، ودي انا قايلها لكم في المحاضرة الاولانية. الفرق بين gain وwin واearn وbeat ده انا برضو وضحتهم قبل كده. عندي كلمة earn يكسب فلوس، عندي كلمة gain يكتسب شيء معنوي زي gain weight، gain knowledge، gain experience، gain information. كل دي حاجات معنوية. gain knowledge، بعد كده gain experience. عندي كلمة beat معناها يهزم أو يتغلب على. عندي كلمة win معناها يفوز بمباراة أو جايزة زي I won the cup، I won the medal، she won the trophy. trophy معناها كاس أو مسابقة. عندي كلمة title وادرس. كلمة تايتل معناها عنوان في كتاب أو مقال أو مسرحية. كلمة تايتل معناها لقب. كلمة تايتل مسمى وظيفي. لما حد يقول لي what's your title أقول له I'm a head teacher. بعد كده الادرس معناها عنوان في مكان، عنوان حضرتك، عنوان أو موقع إلكتروني، خطاب أو يخاطب اللي هي ادرس بتيجي كفعل. he addressed him، هو خطبه أو كلمه. يبقى كلمة address بتيجي بمعنى عنوان، بتيجي بمعنى عنوان موقع انترنت او بريد الكتروني، بتيجي بمعنى خطاب او يخاطب. عندي بعد كده كلمة اسمها local وناشونال وانترناشونال. ايه الفرق بينهم؟ قال لي local معناها محلي، المنطقة اللي حضرتك عايش فيها بتبقى local. عندي كلمة ناشونال محلي، حاجة يقول لك ايه قومي او خاص ببلدي، او الناشونال تيم الفريق القومي المصري، او انترناشونال دولي من اكتر من دولة. يبقى المنطقة اللي انا عايش فيها بتبقى لوكال، البلد القومية بتاعت حضرتك بتبقى ناشونال، والعالم كله بيبقى انترناشونال. بعد كده هنروح لمجموعة تانية من الكلمات. عندي كلمة اسمها earth وground وland وsoil وفلور. احنا لسه بنقول الارث دي الكرة الارضية اللي هي التراب، اما كلمة جراوند دي ارض فضاء اللي هي الارض العادية. عندي كلمة لاند اليابس، زي ما قلنا قبل كده ان الكرة الارضية بتتكون من 70% مية و30% يابس، ووتر اند لاند، يبقى دي الارض اليابسة. عندي كلمة سويل دي التربة الزراعية اللي بيزرع فيها الفلاحين. عندي كلمة فلور معناها طابق في بناية او ارضية الحجرة المتبلطة. عندي كلمة كوز وريزن، كوز وريزن. كلمة كوز معناها سبب، ودايما بتيجي كوز تو او كوز اوف، او يسبب، يعني ساعات بتيجي بمعنى سبب او يسبب. اما كلمة ريزن بتيجي بمعنى سبب، تبرير، وممكن يجي بعدها ريزن فور او ريزن واي. بعد كده عندي كلمة ميك، مهمة قوي كلمة ميك، ودي ان شاء الله هيبقى ليها شغل معانا في منهج ثالثه ثانوي. الفرق وده هيبقى ان شاء الله في اول حصة في منهج ثالثه ثانوي. ايه الاستخدامات بتاعت كلمة ميك واستخدامات كلمة دو. ميك هنا بتيجي بمعنى، بيجي بعدها طبعا made us do، ودي مهمة قوي اهي. made us do بيجي بعدها مصدر. make اهي made him famous بيجي بعدها صفة. made it مثلا easy to، فدي استخداماتها، يا اما يجي بعدها مصدر، يا اما يجي بعدها صفة، يا اما يجي بعدها صفة تو المصدر، يا اما يجي بعدها بعد ان شاء الله لما تتعمل باسيف يقول لك he was made to study. طبعا دي مش موجوده هنا، بس انا بزود لكم برضو معلومه لحضرتك. يبقى make بيجي بعدها مصدر، make بيجي بعدها صفه، make بيجي بعدها صفه تو المصدر، واذا اتعملت باسيف بتبقى تو المصدر. عندي كلمة tasty معناها ذو مذاق جيد، ودي بتستخدم للطعام فقط. هقول لك the food is tasty اهي، the breakfast is completely and tasty اهي complete and tasty. اما tasteful معناها ذو ذوق جيد او مختار بعناية، زي مثلا the room is filled with tasteful furniture، ان هو ذوق العفش حلو او لبسها حلو. بعد كده
عندي مجموعة من الكلمات اسمها effective وimpressive وaffecting. كلمة effective معناها مؤثر وفعال. effective معناها مؤثر وفعال. عندي كلمة impressive معناها مؤثر أو يترك انطباع جيد على حد. affecting معناها مؤثر أو يحيي بالشجن، زي يقولك I'm affected by the film. The film is affecting مثلا، هو مؤثر اهي، مؤثر ودي صفة affecting. عندي كلمة experience معناها خبرة أو تجربة في الحياة لو جت معدودة اللي هي experiences. عندي كلمة experiment معناها تجربة علمية. عندي كلمة publish ينشر لكتاب أو لمجلة، ولازم تتعمل passive was published أو is published. أما spread، كلمة spread بتيجي بمعنى ينتشر، ودايما بتنتشر للأمراض والأخبار، للمرض والخبر. each معنى كلا من، اهي تستخدم each عندما نفكر في شخص، لما لك I respect them each، أنا بحترمهم هما الاثنين. أو كلمة every بتعبر عن المعنى الجماعي للكلمة، وeach بتعبر عن المعنى الفردي. أنا هقولها تستخدم each ما بفكر في أشخاص أو بشكل منفصل، ده بشكل منفصل. أما every بتعطي المعنى الجماعي للكلمة، زي مثلا I care، أنا بهتم كيسرى by every I care about every student، بكل طالب عندي، لأن أنا بحبكم كلكم، ربنا يوفقكم. بعد كده عندي كلمة بلاتفورم اللي هو رصيف القطار، ده المكان اللي الرصيف بيقف فيه، أو منصة زي المنصة بتاعتنا إن شاء الله لما تدخلوا عليها تتبسطوا جدا وهيبقى فيها تفاعل حلو قوي معاكم، ده اسمها بلاتفورم. عندي برضو منصة إلكترونية. بيفمنت ده رصيف الشارع. بعد كده عندي ريبريزنت يقدم أو يمثل أو يبقى مندوب عن حد. عندي كلمة اكت يمثل في فيلم، اوكي. عندي برضو كلمة تريت يعالج، دي مهمة قوي، يتخذ اجراءات للعلاج. عندي كيور يعالج او يشفي من مرض. عندي كلمة هيل يلتئم للجروح او الكسور، يعني انا لو اتجرحت كده يبقى انا هيل، هقول لك هيل، لكن انا بتعالج او علاج بيبقى تريت يعالج او يشفي من مرض، يبقى كيور. لازم افرق حتى الأمثلة موضحة. The clinic has treated several thousand patients، يبقى هي عالجت. The doctor managed to cure، إن هو يعالج، أو to treat her يعالجها من كذا، أو heal يعالج أو يلتئم للجروح. بعد كده عندي برضو الفرق بين work with، work for، work in، work on، work as. كل ده بمعنى يعمل، بس حسب الاستخدام بتاع الجملة. work with يتعامل مع شخص، work for يشتغل عند شخص، work in يشتغل في مجال، اهي work in the field of computer. work on بيشتغل في مشروع، working on machine to save، اهي a machine or a project. عندي كلمة work as بيشتغل كوظيفة، زي مثلا police officer أو دكتور. عندي برضو كلمة let معناها يجعل أو يترك أو يسمح، بيجي بعدها الفعل من غير to. he let me go أو she let me go. let من الأفعال اللي بتاخد مصدر. make من الأفعال برضو معناها يجعل، بتاخد من غير to، يعني كل ده سواء let أو make، let و make بياخدوا الأفعال من غير to. عندي cause يسبب وبيجي بعدها to مصدر. allow يسمح بيجي بعدها to والمصدر. بعد كده عندي كلمة اسمها memory. الميموري دي الذاكرة أو ذكرى. I have a good memory أو I have a bad memory أو she has a good memory about names. أنا مثلا واحدة عندي ذاكرة كويسة عن الأسامي، يبقى أنا كده تمام. عندي كلمة سافونير معناها هدية تذكارية، باخدها مثلا رحت شرم وجبت سافونير، ميدالية، حاجة بتفكرني بالمكان ده سافونير. عندي anniversary دي الذكرى السنوية لحاجة. بعد كده عندي كلمة تايتل معناها عنوان أو عنوان في جريدة أو مجلة. سب تايتل عنوان فرعي، زي ما انا مثلا اكتب لك يونت 1 جرامر او يونت 2 فوكاب، يبقى انا ده التايتل، ده العنوان بتاع اليونت. السب تايتل ده العنوان الفرعي. بعد كده الكابشن ده التعليق المكتوب، اللي انتوا هتعملوا لي بقى تعليقات على الحاجات اللي هنستخدمها مع بعض باذن الله. بعد كده هنروح لكلمه اسمها اكسبلور وانفنت وديسكفر. اكسبلور معناها يستكشف، انا مثلا استكشفت حاجه عايز اعرف تفاصيلها. اما كلمه انفنت يخترعها، طب انا اخترعت التلفزيون، اخترعت التكييف، ده انفنت. حاجه كانت موجوده في البيئه يبقى ده ديسكفر. عرفت تفاصيلها يبقى ده اكسبلور. كريستوفر كولومبس لما كان على المركب قال وي ديسكفرد امريكا، هو كده اكتشفها. ليتس اكسبلور ات، فهو نزلوا على الارض يستكشفوها، فده اسمها اكسبلور.
اما كلمه خلاص كده احنا قلنا الفرق بين اكسبلور وانفنت وديسكفر. عندي كلمه دروت اللي مكتوبه بحرف الاو دي معناها جفاف، ودروت معناها تيار هواء بيدخل الاوضه بشكل جميل يرطب الغرفه. عندي كلمة دايري معناها يوميات أو مذكرة، زي ما أنا بكتب مثلا الدايريز بتاعتي اليوميات، أنا المفروض يا يسرا تعملي كذا، أنت يا محمد تعمل كذا، يا رامي تعمل كذا، الأسامي دي كل واحد فيهم بيعمل حاجة يبقى دي اسمها دايري. أما كلمة ديري دي معناها منتجات الألبان، لما أقول لك مثلا he is allergic to dairy products وعنده حساسية ضد أمراض أو ضد الألبان بتاعت إيه اللي هي منتجات الألبان. عندي كلمة نوتس معناها ملاحظة أو انتباه، عندي كلمة نوتس إشعار، عندي كلمة نوتس تحذير، عندي كلمة نوتس نقد أو رأي. بعد كده عندي كلمة بابليك معناها حاجة عامة للناس كلها، ده بابليك. عندي كلمة جنرال معناها عام وغير محدد، زي the lecture give us general idea about the subject of the lecture، دي حاجة اسمها general. زي أنا النهاردة مثلا اديتكم المحاضرة التانية في الجنرال information، المعلومات بتاعة التانية وتقولها ثانوي، تمام؟ فده general. بابليك دي حاجة عامة زي بابليك ترانسبورت، النقل العام بيتقال عليه بابليك. عملت overall revision كده أو مراجعة لطيفة دي اسمها general. بعد كده عندي الفرق بين electric والelectrical والelectronic. electric حاجة شغالة بالكهرباء، electrical معناها كهربي أو يستخدم الكهرباء أو يعمل بإنتاج أو تصليح الكهرباء زي ما قلنا قبل كده electrical engineer. بعد كده electronic خاص بالإيه؟ بالكمبيوتر. عندي كلمة affect يؤثر، affect on وin، ودي مهمة جدا اللي هي affect اللي هو التأثير. أما affect يؤثر يعني اللي بالإيه ده الفعل، لكن اللي بالإيه ده معناها التأثير ده النون. وبعد كده هتعرفوا إن هي بتساوي كلمة influence اللي هو التأثير خلاص، أو impact، ودي لازم أبقى عارف إن الثلاث كلمات دول زي بعض. يبقى أنا عندي كلمة affect وinfluence وimpact الثلاثة زي بعض معناها تأثير. أما يؤثر أقول لك بابايا أثر في تربيتي يبقى ده إيه؟ affect. بعد كده عندي كلمة بوز معناها أنا سكت وقفت لحظة كده وأنا بشرح يبقى دي بوز. بعد كده عندي silence الصمت خالص، سكت خالص يبقى silence. hesitation ده التردد، يعني أنا مترددة في حاجة يبقى أنا عندي hesitation، زي مثلا كده أنا hesitant حد متردد. بعد كده loud معناها صوت عالي، noisy دوشة، يعني في فرق بين الدوشة والصوت العالي. لو حد صوته عالي يقول لك he has a loud voice صوته عالي، تمام؟ لكن I can't bear the noise، النويز ده الدوشة اللي أنا مش فاهمها ومتضايق منها. بعد كده عندي كلمة abroad معناها خارج البلاد، abroad خارج البلاد. عندي foreign أجنبي، عندي كلمة exterior معناها خارجي، ودي outside بتساوي معنى حد خارجي أو شيء خارجي. بعد كده عندي كلمة certificate اللي هي الشهادة أو الوثيقة اللي بتثبت أنت خدت إيه، سواء وثيقة جواز أو ميراث أو شهادة ميلاد، دي اسمها certificate. عندي كلمة qualifications مؤهلات. أما الديجري دي الدرجة العلمية اللي أنت بتحصل عليها في الجامعة، يبقى الدرجة الجامعية دي اسمها ديجري، المؤهل اللي أنت خدته ده اسمها qualification. وعندي كلمة اسمها certificate دي الشهادة نفسها. أتمنى تكون المحاضرة الثانية فهمتوا منها. الحمد لله شرحنا فيها مضارع بسيط، مضارع التام، مضارع التام المستمر، المضارع المستمر، كل دي أزمنة المفروض حضرتك تكون مجمعها وقت ما تدخل منهج ثالثة ثانوي. حبايبي إن شاء الله المحاضرة الجاية هتبقى مهمة جدا، تابعونا وخلي بالك إن في أسئلة هننزلها لحضرتك، تابعها حلها وابعتها لي. ربنا معاكم.